عايز احكي لكم على قصة لطيفة، وتعالوا نشوف يا ترى نقدر نربطها باشخاص واقعية موجودين في حياتنا ولا لا. كان في مرة نسر واقف في حاله، فجه غراب قعد يضايقه وينقر فيه عشان يستفزه. فالنسر مشي، اتحرك، راح الغراب راح جه وراه ضايقه اكتر، لدرجة ان هو وقف على راسه وقعد ينقر في دماغه. النسر ولا اتنرفز ولا حاول يشيله من على دماغه ولا اي حاجة خالص ولا اتخانق معاه. النسر طار وفضل يطير يطير فوق خالص في السماء، لغايه ما الغراب وقف مضايقاته ووقع من على راسه، عشان وصل لمرحله ان هو ما بقاش قادر ياخد نفسه من كتر ما النسر عالي وطلع فوق. طب نقدر نربط ده بايه في حياتنا؟ في ناس في حياتنا الشخصيه والعمليه عامله زي الغربان كده، هي شايفاك نسر ومش عارفه توصل لمستواك، فتعمل ايه؟ تقعد تقرفك وتضايقك. فالناس دي اكتر حاجه ممكن تستفزها واقوى قلم تديهم على وشهم ان انت تنجح وتطلع فوق وتعلى عليهم كلهم، لغايه ما هيتقهروا وهيفطسوا ويموتوا من نجاحك على فكره. لكن لو انا فضلت افكر في الناس دي انزل لمستواهم، هم كده نجحوا على فكره في اللي هم عايزين يوصلوا له، ان هم يحطموك ويوقفوك عن مسيره الانطلاق. النسر هيفضل طول عمره نسر، والغراب هيفضل طول عمره غراب. ابعتوها بقى للغربان اللي في حياتك. اشوفكم في فيديو جديد.